السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد، نصائح جديدة عن تصليح علبة الدركسيون. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لحسن فعلا فيديو فادك. زي ما قلت لكم في أول الفيديو، طالع أنصحكم النهارده نصيحة يعتبر نصيحة ناس بتقدرها بفلوس، بمعنى صح. يا جماعة أنا طالع النهارده أتكلم عن علب الدركسيون وعن تصليح علبة الدركسيون، وامتى اصلح علبه الدركسيون وامتى ما اصلحهاش، علشان ما اصرفش فلوسي في الهوا او اعرض حياتي للخطر وعند لما تحس اللي انا بقول لك هتعرض حياتك للخطر، اعرف ان الفيديو ده فعلا فيديو مهم جدا جدا. زي ما انتم شايفين النهارده احنا معانا علبه دركسيون، والعلبه الدركسيون دي صاحب العربيه كان جاي على اساس اللي هو عايز يصلح علبه الدركسيون. جاي لي عنده مشكله، الطاره فيها بوش جامد، واول لما بيخش في اي حته مكسره ايه اللي بيحصل؟ تخبيط جامد جدا في الشوارع المكسره وفي المطبات. فطبعا الشكل العلبه لما انا بصيت على العلبه كده، شكلها كاوتش المزيكا سليم، البراط الداخلي سليمه شكلها جديد، البراط الخارجي شكلها جديد. فقلت العلبه ممكن يبقى فيها مشكله عندي في البيستم او الكلام ده، فهنغير البيستم هنظبطها وهتبقى الدنيا تمام. حليت العلبه، لقيت العلبه بالمنظر ده يا جماعه. تعالى هنا كده، زي ما انتم شايفين صاموله البيستم متدغدغه بالمفك زي كده اهو، متدغدغه بالمفك كده علشان بيتاخد منها البوش وهي راكبه. وقلنا يا جماعه الكلام ده غلط، مش صح ان انت تاخد البوش. ولو انت عايز تاخد البوش وهي العربيه راكبه مش بالطريقه دي طبعا، وتفضل تدق على البيستم. طبعا فكيت اول حاجه، اول حاجه طلع لصاحب العربيه دي. فطبعا طلع لصاحب العربيه دي لسه مصلح العلبه. عامل فيها ايه طبعا يا جماعه برضك عشان ما تصرفش فلوسك في الهوا؟ مغير بارات خارجي ومغير بارات داخلي، وزي ما انتم شايفين البارات اهي، البارات الداخلي جديده والبارات الخارجي جديده. لما انا فكيت العلبه، اول حاجه طبعا فكيت البارات على اساس ان انا هشتغل في العلبه. زي ما انتم شايفين كده البارات مفكوكه اهو، البارات مفكوكه خالص اهو. فكيت الايه، فكيت العلبه خالص. زي ما انتم شايفين البارات من جوه جديده اهي، البارات لسه هو مغيرها. وانا اقول لكم كمان نصيحه تاني عند تغيير البارات، عشان ناس كتير جدا بتغير بارات دركسيون وبعد تغيير البارات الدركسيون العلبه بتخبط اكتر. تعالى بقى بصوا يا جماعه، طبعا انا هفور العلبه خالص، بس قبل ما بفور بكشف على السنون العلبه. ثواني صور. زي ما انتم شايفين هنا كده انا بمسك طبعا بمسك الحلزونه من هنا كده على اساس ان انا دي تبقى علبه، علشان اقدر اشوف السنون العلبه، هل العلبه فيها سنون متاكله ولا لا. هوريكم طبعا انا شفت ايه واتصدمت طبعا، لان لقيت ان العلبه دي خلاص كان فاضل لها سنه صغيره وهتفوت. هو ده بقى اللي انا بقول لك ما تعرضش. بصوا يا جماعه هنا، بص البوش كده جامد جدا، البوش جامد اهو. بصوا هنا في بوش قد ايه، هنا في بوش قد ايه، في بوش قد ايه. كل ده لو انا مثلا كسرت كده للاخر، بصوا هحاول ان انا اقفل لكم مثلا هنا العلبه شويه من ناحيه البيستم اهو. كل ده انا بقفل. بصوا بقى هنا مثلا، هنا ايه اللي حصل؟ بصوا يا جماعه هنا الدركسيون مش راضي ايه، مش راضي يلف. هقفل لكم البنس شويه. ليه؟ لان انا حملت. بص هنا بقى اهو، بصوا. فهنا مفيش بوش خالص، العلبه مقفوله. تعالى بقى نبص مثلا في الحته دي، بصوا هنا، بصوا زي ما انتم شايفين. ليه بقى ايه؟ هنا خفيف اهو، خفيف. هنا بقى هنا تقيل. فكده العلبه دي ما ينفعش فيها تصليح. العلبه ما ينفعش فيها تصليح. ليه؟ لان في تاكل في الاكس نفسه، في تاكل في الاكس نفسه وتاكل في الحلزونه. فايه اللي يحصل مني؟ هركب براد داخلي وبراد خارجي، والاقي نفسي صرفت فوق دلوقتي عشان تجيب براد داخلي وخارجي هتعدي ال 1000 جنيه وتركبه، وهوبا تيجي تركب زي ما صاحب العربيه ده عمل، تسمع نفس الخبط نفس الطقطقه. ايه اللي بيحصل؟ هو بيعمل لك ايه؟ بيقفل لك من هنا، بيقفل العلبه
بيقفل من ناحيه البستم هنا اهو، اهو بيقفل كده. طبعا زي ما انتم شايفين محمل. بصوا يا جماعه اهو. طبعا الناس اللي بتاخد بوش الاسكاترا بيبقى في حته تقيله وحته خفيفه. اول لما تلاقي الحته خفيفه وحته تقيله اعرف اللي كده الاكس والحلزونه فيهم تآكل. ففي حته الحته الخفيفه تلاقي فيها ايه خفيفه، والحته التقيله بتلاقي الدركسيون تقيل فيها. بصوا يا جماعه تعالوا اقرب هنا، بص اه بصوا كل ده بوش في الاسكاترا. ايه اللي يحصل بقى هنا؟ عندي مشكله ثالثه وتعرض حياتي للخطر. هنا الصاموله دي بصوا لو انا دقيت كده الصاموله دي بتحل مع الحركه، بتحل هتفضل تحل منك تقع خالص. لو الصاموله دي اتفكت خالص من مكانها ايه اللي بصوا كده البوش، بصوا بقى البوش عامل ازاي. الصاموله دي لو اتفكت من مكانها زي ما انا جيت فكيت العلبه لقيتها مفكوكه. ليه بقى؟ لان العلبه المفروض تعالى هنا المفروض يبقى فيها صاموله كونتر بالشكل ده. الصاموله الكونتر دي بتكونتر على دي علشان دي ما تحلش. دي ما كانتش موجوده فيها الصاموله الكونتر. يعني صاحب العربيه دي لو كان مشي شويه صغيرين كان ما كانش هيلاقي دركسيون، مش هيلاقي دركسيون نهائي معاه. يعني الدركسيون هيفوت معاه. بصوا انا مثلا اهو دركسيون فوت، دركسيون فوت معايا. ليه؟ لان مفيش حاجه حاكمه الاكس والحلزونه مع بعض. لازم يبقى في حاجه حاكمه اكس والحلزونه. ولو الصاموله دي حلت زي ما قلنا طلعت الايه الحلزونه من مكانها. فخلي بالك وما تصرفش فلوسك في الهوا. لما تيجي تصلح علبه دركسيون لازم تعرف هل هي فعلا علبه الدركسيون دي تنفع فيها تصليح ولا لا. زي العلبه دي برضك، العلبه دي برضك يا جماعه فكينا العلبه دي فيها نفس المشكله، والعلبه ولا جايبه زيت ولا اي حاجه. وبرضك العلبه دي نفس القصه ولا جايبه زيت ولا اي حاجه. بس هغير فيها براد. بصوا تعالى هنا مثلا هغير فيها براد، اغير فيها براد داخلي اهو. بصوا البراد، اغير براد داخلي واغير براد خارجي، هغير براد داخلي واغير براد خارجي هيعدي سعرهم ال1000 جنيه. وفي الاخر اروح اغير علبه دركسيون. يبقى انا ايه؟ اعمل الصح من الاول قبل اي تصليح. صاحب العربيه دي احنا غيرنا له علبه دركسيون. طبعا هو متابع عندي على القناه. غيرنا له علبه دركسيون وكان عنده مساعد ملوح ومساعد محجر، غيرنا جوز مساعدين. وكان عنده مركب له اللي كان الصنايعي اللي رايح عنده كان مركب له تيشير ميزان خلع كانوا خفاف غيرناه. وكان عنده كاوتش الميزان، كاوتش الميزان كان محجر وخفيف الميزان بيخبط. كل الفلوس اللي هو صرف اكتر من مرتين على العربيه فوق ال 3000 جنيه. وفي الاخر بيطلع من عند الصنايعي مش حاسس بفرق. ليه؟ عندي خلل في علبه الدركسيون، عندي مساعدين جايب مساعدين صيني ناشفه محجره، احنا ركبنا مساعدين ياباني KYB. فكل حاجه انت بتصرفها لازم تعرف الفلوس اللي انت بتصرفها في الصح ولا في الغلط، علشان ما تندمش على الفلوس دلوقتي. عشان قطع الغيار غاليه ومكلفه وصعب اللي انت يكون عندك حاجه وتعملها بالسهل. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. وشكرا لكم في قناه معاويه سيارات مع وليد حسين.